السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة مكشكشة، انما ايه، رهيبة وخطيرة. لو هتروحي تشتريها من بره تشتريها بالغالي ليه، وانت في البيت هتعمليها وبأسهل المقادير، وجميلة وخطيرة ورهيبة بجد يعني. يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفوني أنا آيات، ما تنسوش تعملولي لايك وشير وتدوني اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا على الطريقة. أول حاجة هنعمل الشربات بتاعها، اللي هو عبارة عن ايه، كوبايتين من السكر، هناخد عليهم كوباية ونص من المية، كوباية ونص من المية، وعصرة ليمونة صغيرة، وناخدها على النار متوسطة معايا. حطيتها هي على نار متوسطة معايا، واقلب تقليبة واسيبها بقى لحد ما تغلي معايا. دي هتقعد معايا 7 دقايق على النار. دي اول حاجة لازم تتعمل علشان تكون باردة معايا خالص. اهم حاجة انها تكون باردة معايا خالص. اهو يا حبايبي الشربات اول ما غلى معايا اهوت، هو ده اللي انا عايزاه. هطفي عليه النار واسيبه خالص لحد ما يبرد معايا. ويلا بينا بقى على الكريمة. هنجيب حلة فاضية ونحط فيها كوبايتين من الدقيق، وهنجيب فيهم كوبايتين من الحليب، هنجيب معلقتين من النشا، معلقتين كبار كده من النشا، ودوبه كله في بعض واركنها على جنب لحد ما اخلص الخليط التاني بتاعي. هجيب معايا الخلاط بتاعي او الكبة، وهحط معلقتين كبار من اللبن البودر، يكونوا هرميين كده وكبار، عليهم كمان معلقتين من السكر البودر، معلقتين برضو هرميين كبار، كله نحط معلقتين هرميين. وبعد كده بقى معايا هحط معلقتين من الزبدة وتلت كوباية مية مغلية، واضربهم بقى كل دوت في الخلاط بتاعي. اهو يا حبايبي بعد ما فرمته في الخلاط، هو بمثابة الحليب المكثف، ريحته رهيبة. احطه بقى على خليط اللبن بالنشا بتاعي، واقلب كل ده واحطهم بقى على نار متوسطة مع التقليب. تفضل ايدي فيه في التقليب معايا. حطيته على النار اهو، افضل اقلب فيه، لازم ايدي تفضل فيه. اهي يا حبايبي ايدي فيها اهي على طول. اول ما نلاقيها بتطلع الفقاعات ديت كده، يبقى هو ده اللي انا عايزاه. اطفي عليها النار، واكون مجهزه عندي مكعب شوكولاته بيضه، واحطها، والشوكولاته هتسيح مع السخونيه بتاعتي. اقلب في الشوكولاته لحد ما تسيح معايا، السخونيه هتسيحها كلها. هو ده القوام اللي انا عايزاه. الشوكولاته ساحت اهي كلها خلاص. اغطيها بقى بكيس نايلون واسيبها معايا عشان اجهز بقيه الخطوات. اهي معايا، اغطيها بقى بالكيس اهي من الوش عشان الوش ما ينشفش مني، ويعمل طبقه كده من فوق، واسيبها بقى واجهز معايا الجلاش. يلا بينا. عندي لفه جلاش اهيت، وعندي سمنه بلدي مسيحاها، وعندي بقى الصينيه اللي هعمل فيه. هاخد سمنه وادهن الصينيه بتاعتي كلها بالسمنه. الصينيه كلها دهنتها اهو بالسمنه. هاخد بقى ورقه الجلاش بتاعتي اهي، وهحط في الصينيه بتاعتي اهو، واجيب الورقه التانية وهحطها عكس الاولانيه كده، وما بين كل ورقه وورقه ادهن دهنه خفيفه قوي من السمنه. وهكذا برضو اجيب الورقه ديت وادهن
دهنة سمنة خالص خفيفة عشان يبقى مورق معايا ويبقى جميل. وافضل اعمل هكذا لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. خلصت اهو نص الكمية بتاعتي معايا، وسبت الكمية التانية اهي نصها برضو اهي. اجيب بقى الكريمة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها واصبها كلها على الجلاش. بصوا انا طول ما انا عامله الجلاش عامله له من هنا كده حوافر اهي. الكريمه بتاعتي اهي. اجيب بقى الجلاش بتاعي واعمل فيه ايه، بصوا اكشكشه كده اهو زي المروحه معايا. اجيب الجلاشه معايا التانية ادهنها دهنه بسيطه قوي من السمنه، دهنه بسيطه خالص معايا. امسكها زي المروحه كده، بس هي مش جايه معايا مروحه. ما بتاخدش وقت والله يا جماعه، سهله قوي مفيش اسهل منها. وهكذا برضو هعمل كل الكميه معايا كده. وديت الصينيه معايا اهي بعد ما خلص. امسك بقى بقيه السمنه اللي فاضت معايا وادهن الوش كله بيها. تاكلوا احلى صينيه والله، احلى من اللي بيشترى من بره. القطعه دلوقتي بقت غاليه قوي بره، انت هتعمليها في البيت وبأقل التكاليف، حاجه نظيفه وطعمها جميل مش هتستخسري فيها. ده انت عاملاها بسمنه بلدي. دهنت اهو الوش كله اهو على درجه حراره بقى متوسطه. اشغل عليها الفرن، مش هتاخد معانا وقت خالص في الفرن. ندخلها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع. صينيه الجلاش طلعت معايا اهي في الفرن وهي سخنه، والشربات معايا بارد. اسقيها بقى بالشربات بتاعي. شايفين شكلها لما طلعت من الفرن واخده اللون الذهبي الجميل ازاي؟ شوفي بره هتروحي تشتريها بكام. احنا عملناها يا لفه الجلاش تعبتني شويه ودوختني، بس الحمد لله اهم حاجه الشكل النهائي والطعم اهو. اسقسقها كلها بالشربات. سقسقي سقسقي اهي. سقسقت كلها معايا بالشربات. اسيبها بقى لحد ما تبرد واوريها لكم عامله ازاي. اهي يا حبايبي بعد ما بردت هنقطعها بقى مع بعض عشان نشوف جمالها وحلاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الشكل، شوفوا جمالها، الطعم حكايه حكايه بجد. شايفين الجمال؟ رهيبه. شايفين طبقه الكريمه جوه عامله ازاي وشكلها جميله ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطولي اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ويلا بينا نقول الدعاء بتاعنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. مع السلامة يا حبايب قلبي، وانتظروني في فيديو جديد.